خلاص احنا داخلين على موسم الحج، كل عام وحضراتكم بخير. والجهات اللي بتنظم موسم الحج في مصر اعلنت بشكل رسمي عن الناس اللي ربنا اختارها لاداء فريضة الحج السنة دي، وكمان الناس اللي ما كانش ليهم نصيب في الحج عرفوا كمان نتيجة القرعة. في الوقت الحالي كل الناس اللي فازوا بالقرعة هيدفعوا زيادات جديدة في اسعار البرامج اللي اقرتها الجهات اللي بتنظم قرعات الحج في مصر، سواء كانت قرعة الحج او حج الجمعيات الاهلية أو حتى الحج السياحي. الزيادات الجديدة اللي هتنزل على أسعار برامج الحج هتكون خاصة بأسعار تذاكر الطيران، وفي الحقيقة أسعار تذاكر السنة دي على طيارات الشركة الوطنية مصر للطيران وصلت لأرقام خرافية، وبتوصل لقرعة حج وزارة الداخلية ل 46500 جنيه، وبتوصل لقرعة حج الجمعيات الأهلية ل 58000 جنيه للمستوى الأول، و49000 جنيه للمستوى الثاني، و36000 جنيه للمستوى الثالث. وطبعا كل الناس بتسأل عن الأسباب اللي خلت أسعار الطيران توصل للأرقام دي، خصوصا إن الأسعار أقل بكتير عن طيارات تانية زي شركة الخطوط الجوية السعودية.